كل ما هتحب ذاتك الحقيقية أكتر، كل ما مش هيبقى فيه جواك حزن، مش هتروح ناحية الاكتئاب. تخيل كده واحد بيحب نفسه أو شاعر إن هو محبوب، بيخرج حب وبيدخل حب من نفسه ومن الآخرين، وعايش مستمتع بمشاعر الحب دي. تفتكر ده ممكن قلبه يحزن؟ ممكن يكتئب؟ أكيد لأ. يبقى من الحاجات اللي فيها عظمة في مشاعر الحب الحقيقية للذات الحقيقية، إن هي بتاخدنا بعيد عن منطقة الحزن والاكتئاب. كمان الحزن والاكتئاب ده ليه علاقة بالماضي، يعني احنا بنحزن وبنكتئب عشان أحداث الماضي، لكن طالما احنا اتصالحنا مع نفسنا واديناها حقها وشوفنا حقيقتها وسامحنا الماضي بتاعنا وسامحنا أفعالنا وتقبلنا عيوبنا، يبقى أكيد كمان لما هنبص للماضي هنبصله بنظرة مختلفة، بنظرة إن ده اللي كان ينفع في الوقت ده وعلى قد الخبرة دي وعلى قد الوعي ده، لكن النهاردة أنا فهمت يعني إيه ذات حقيقية، وهقدرها حق قدرها اللي ربنا قدره لها، وهحبها لأن ربنا جابها هنا أصلا عشان بيحبها. يبقى إزاي أنا مش هحبها؟ يبقى أنا هحبها لأن هي دي حقيقتها.